تخيل كده يكون عندك فورمه بسيطه بتعمل لك كل الصور من غير حتى ما تكتب برومبت. يعني تقول له مثلا عايز قرد ماسك موزه، رائد فضائي بيشرب شاي على القمر، اي حاجه تطلع لك الصوره في ثواني. انا عمر، في الفيديو ده هوريك ازاي تبني ماكينه صور باستخدام النانو بنانا من غير ما تكتب ولا سطر كود. فلو مهتم بمجال الاي اي اوتوميشن ونت ان اعمل لايك واشترك، ولو عايز النظام ده مجاني ليك 100% اكتب لي بس وما تشيلش هم. بص كده معايا، اول ما ادوس اكسكيوت ورك فلو ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي دوست اكسكيوت ورك فلو، جاب لي دلوقتي فورم وانا المفروض دلوقتي املاها. بيقول لي اوصف الصوره اللي انت عايزها تتولد، اوصف المشهد، وانا المفروض دلوقتي اكتب هنا. طب جميل قوي. انا بقول له ايه؟ بقول له عايز رائد فضاء بيشرب شاي على القمر، وابعتها له كده. تعالى بص كده، اهو جاب لي هنا فايل، تعالى بص عليه انا وانت اهو. حلو قوي، حلو قوي. تعالى بقى اوريك انت ازاي هتعمل النظام ده دلوقتي معايا، مش من الصفر، من تحت الصفر، من تحتيه. جامد قوي. تعالى نعمل ورك فلو جديد. طيب انا دلوقتي عملت ورك فلو جديد وجبت الشاشه من اول خالص ولا اي حاجه. تعالى نبدا انا وانت. اول ما ادخل كده على الورك فلو من اول وجديد، انا هلاقي حاجه هنا عندي اسمها اد فيرست ستيب. جميل قوي. طيب انا لما عملت انا وانت من الاول الكلام ده، يعني لما ظهر لنا الفورم، ايه اللي انا هجيبه هنا يظهر لي فورم؟ انا هدوس على اد فيرست ستيب وهيظهر كده هنا تريجرز كتير جدا. طيب ايه التريجر اللي بيجيب لي فورم؟ حاجه اسمها اون فورم سبمشن. حلو، حلو قوي. انا دخلت على اون فورم سبمشن وجايب لي هنا بيقول لي اكتب التايتل، العنوان اللي انت اللي انت عايز تكتبه. اكتب الوصف اللي هو كان جايب لي من شويه ايه، كان جايب لي العنوان اوصف الصوره اللي انت عايزها، وكان جايب لي الوصف اوصف المشهد. طب تعالى كده اكتب. بص انا كتبت هنا ايه؟ كتبت له في العنوان اوصف الصوره اللي انت عايزها تتولد، والديسكريبشن الوصف ايه الوصف او ايه المشهد اللي انت عايزه. حلو. طب انا لو نزلت هنا شويه هنلاقي هنا حاجه اسمها اد فورم اليمنت. طب تعالى كده ادوس عليها. بص انا دلوقتي اللي انا هعمله هنا دلوقتي، شفت من شويه لما كان مكتوب لي يوزر انبوت كده في اول الفيديو وبيقول لي دخل اللي انت عايزه او اكتب الحاجه اللي انت عايزها تتولد او تتوصف او الصوره اللي انت عايزها تتعمل. هو ده هنا، ده هنا العنوان بتاع اول حقل عندي او اول حاجه انا هدخل فيها البيانات. طب تعالى كده، انا كنت كاتبه يوزر انبوت، تعالى كده اكتبه يوزر انبوت. حلو. انا كتبت له هنا يوزر انبوت. يوزر انبوت ده هيبقى اسم اول مكان انا هكتب فيه اللي انا عايزه. يعني انا من شويه كنت كاتب له اكتب لي رائد فضاء، هات لي رائد فضاء على القمر بيشرب شاي. المكان اللي انا كتبت فيه ده اسمه يوزر انبوت، فانا عامله هنا يوزر انبوت. هيجيب لي هنا element تايب، انا هسيبها تكست لان انا هكتب تكست، هكتب نص. وبليس هولدر، بليس هولدر دي اللي انت بتحطها له مثلا على سبيل المثال. يعني انت لو عايز حد يدخل ايميل فبتكتب له مثلا اي ايميل، مثلا احمد عمر حلمي ai@gmail.com. فده المكان اللي انت هتبقى حاططه له جوه على سبيل المثال، جوه المستطيل اللي بيظهر له يكتب فيه المكان، اللي هو الحقل اللي بيكتب فيه المكان. يعني مثلا لو حد بيكتب باسورد فانت بتكتب له باسورد على سبيل المثال عشان يفهم. فانا هكتب له ايه هنا ايه؟ انا بقول له مثلا على سبيل المثال حد صحي مثلا في ايام الطاعون 1951. هتيجي تبص هنا عند ريكوايرد فيلد. ريكوايرد فيلد دي اول ما انا افعلها المبعوت له الفورم مش هيعرف يبعت الفورم غير لما لازم يكتب حاجه. فانا كده فعلتها وبجبر اللي مبعوت له الفورم لازم يكتب الوصف بتاعه. طيب انزل تحت كده شويه، هتلاقي حاجه اسمها عندك هنا ريسبوند وين. ريسبوند وين هنا دي هتلاقي لو دخلت عليها هتلاقي فورم از سبميتد وورك فلو فينيشز. انا هسيبها هي فورم سبميتد. ليه؟ لان دي معناها ان اللي بيكتب او بيبعت رساله لما بيبعت له الفورم هو بيظهر له ان الفورم اتبعتت وتم البيانات بنجاح. طيب انا لو عملتها وين ورك فلو فينيشز، مش هيتبعت له ان البيانات تمت بنجاح غير لما الورك فلو كله يتم واخر نود تبقى تمام، اخر خطوه تبقى تمام. فانا عايز اللي يدخل البيانات اول ما يدخل البيانات بمجرد ان هو دخل البيانات يظهر له ان البيانات تم ارسالها بنجاح. انزل تحت كده هتلاقي حاجه اسمها هنا اد اوبشن. اول حاجه عندك هنا اسمها append init in attribution. دي العلامه اللي بتظهر init in في الفورم. انا مش عايز init in تظهر في الفورم. هلاقي تاني هنا button label. ده المكان اللي انت بتكتب فيه. يعني انت لما بتخلص كتابه او كتبت الرساله بتاعتك بتلاقي مكان تحت كده بتلاقي submit send. فانا ممكن اسيبها submit زي ما هي، ممكن اخليها send عادي. طيب لو بصيت تحت هنا هتلاقي form path. طيب ايه form path دي؟ اطلع فوق كده، شايف ده؟ شايف ده لحد هنا؟ تمام. من اول هنا كده، من اول الاي دي كده لحد تحت انا ممكن اغيره. طيب انا ممكن اكتب ايه دلوقتي؟ تعالى كده
انا بمجرد ما اكتب حاجه هنا هتتغير فوق على طول. طب انا مثلا كتبت له اتش اي اي ايجنسي، تمام، هتلاقي بص فوق هنا بقت اسمها ايه، اتش اي اي ايجنسي. طيب حلو قوي. تعالى كده ايه اعمل اكسكيوت ستيب. اديني اهو دوست اكسكيوت ستيب وظهرت معايا الفورم. هو ده اللي هو العنوان اللي احنا كنا كاتبينه، اللي هو اوصف الصوره اللي انت عايزها تتولد، وادي الوصف اللي هو اوصف المشهد اهو. اليوزر انبوت اول حقل ظاهر لي اللي هو الحقل الوحيد اصلا، وادي هو ده اللي مكتوب جوه ده هنا بالخط الخفيف ده، هو ده البليس هولدر، ده المثال اللي انا كاتبه له. طب ماشي، انا هكتب له وليكن انا عايز قرد كبير ماسك موزه، تمام، واعمل له سبميت. هتلاقي الرساله اتبعتت وجت هنا تحت. بص اهي الرساله جت هنا من اليوزر انبوت، حلو قوي. طيب انا دلوقتي الرساله دي جات لي. طيب حلو قوي، انا عايز حاجه تكتب لي برومبت او تكتب لي وصف بشكل احترافي عشان ابعته لحاجه تانية ويولد لي الصوره. طيب انا عشان اعمل كده محتاج اعمل ايه؟ محتاج اخلي حاجه تاخد الوصف اللي انا كتبته، اللي هو النص سطر اللي انا كتبته ده، اللي هو انا كنت كاتبه مثلا عايز قرد ماسك موزه، تمام، النص سطر او السطر ده، وتعمله برومبت كبير او وصف كبير بشكل احترافي ودقيق. طب انا اعمل كده ازاي؟ انا هاجي هنا ادوس على علامه الزائد دي وابحث عن حاجه اسمها ايه، اوبن اي اي، تمام، ادي اوبن اي اي، وهختار حاجه اسمها هنا اهي. هنزل تحت كده لما حد ما الاقي مسج ا موديل، هجيب مسج ا موديل، حلو، وهيظهر لي اول حاجه credential to connect with، فهدوس عليها، تمام. بعد ما ادوس على credential to connect with دي اروح جاي هنا على create new credential، هيبقى طالب مني حاجه هنا اسمها اي بي اي كي. طيب انا ما بعرفش الاي بي اي كي ده بيجي منين، فهدوس هنا open docs، واول ما ادوس على open docs هنزل كده واشوف كده بيتجاب منين الاي بي اي ده. بيقول لي اول حاجه محتاج اعمل اكونت، تمام. طيب انا كده كده عامل اكونت، انت هتدوس على كرييت هنا اكونت، وبعد ما تدوس على كرييت اكونت تعمل تسجيل دخول بالايميل بتاعك وهتبقى الدنيا ظبطت. تاني حاجه روح على صفحه الاي بي اي كيز. طيب انا هروح عليها، فتح معايا صفحه بيقول لي هنا كرييت نيو سيكريت كي، فانا هدوس كرييت نيو سيكريت كي وليسميه مثلا وليكن عمر، تمام، واهو كرييت سيكريت كي اهو ظهر معايا الاي بي اي بتاعي. هرجع كده لانت ان ورا واروح جايبه هنا عامل له بيست واروح دايس سيف، اهو كتب لي هو credential successfully created. طيب ثواني، يعني ايه اي بي اي ده؟ الاي بي اي هو الوسيله اللي بتخلي التطبيقات تتواصل مع بعضها. يعني انا دلوقتي هنا جبت له الاي بي اي، رحت جبت الاي بي اي من هناك. ليه؟ لان انا عايز هنا انت ان تستخدم اوبن اي اي. فده معناه ايه؟ انت ان بتروح لاوبن اي اي وبتقول له هات حاجه من عندك تخليني انا وانت نتواصل مع بعضنا. طيب ايه الحاجه اللي من عنده اللي هتخليها تتواصل مع انت ان هنا؟ هو الاي بي اي كي ده. جميل قوي. يعني عايزك تعتبر الاي بي اي ده اكنك قاعد في مطعم، تمام، جالك جرسون طلب سالك انت عايز تاكل ايه، قلت له انا عايز اكل بيتزا، تمام. فبعد ما انت قلت له انا عايز اكل بيتزا هو راح للشيف قال له اعمل واحد بيتزا. الشيف عمل البيتزا، هو جاب لك البيتزا وانت خدت البيتزا. طيب انت دلوقتي ايه حلقة الوصل ما بينك انت والشيف؟ الشيف هو اللي بيعمل، انت اللي بتاكل، بس مين اللي بيوصل الحاجة؟ الجرسون. فالجرسون ده هو الاي بي اي. حلو قوي. بعد كده هلاقي حاجة هنا عندك اسمها ريسورس، هتسيبها هي تكست زي ما هي. اوبريشن برضه هتسيبها مسج او موديل. هنا الموديل هتختار الموديل اللي انت عايزه، انا ممكن وليكن مثلا اختار اهو مثلا ايه، هات لي ده مثلا جي بي تي 4 او. هتلاقي هنا بقى ايه البرومبت. طيب انا هكتب هنا ايه اول حاجه، بس انا هخليها اكسبريشن وهفهمك حالا ليه انا هخليها اكسبريشن. وبعد ما ادوس على اكسبريشن هدوس على العلامه السهم اللي طالع فوق ده، هدوس عليه كده وهكتب له الكلام ده. طيب ايه الكلام اللي انا كتبته له ده؟ تعالى كده نروح نترجمه. انا بقول له ايه؟ بقول له انت ذكاء اصطناعي متقدم متخصص في تحويل وصف قصير، تحويل وصف قصير، انا قلت لك عايزين وصف قصير يتحول لحاجه قويه، يقدمه المستخدم الى موجه سينمائي فائق الواقعيه للصوره الاولى. هذا الموجه المفرد محسن لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحويل الصور الى صوره وفيديو. وكاتب له ايه امثله زي ميد جورني، بيكا، رانوي، كل الحاجات دي. طيب ده معناه ايه؟ انا بعرفه ان هو متخصص في الذكاء الاصطناعي. انا عايزه دلوقتي يديني وصف عشان ابعته لحاجه تانية، ابعته لاداه تانية بتعمل على إيه، ان هي تحول الكلام
ليه صور وكاتب له الامثله. انا ببص انا بخليه دلوقتي ايه، بشكله على دماغي، بعرفه ايه كل اللي هو هيعمله. جميل. وبقول له ايه الوصف المقدم من المستخدم، كاتب له الحاجه اللي اتبعتت من المستخدم اللي هو كتبها في اليوزر انبوت ورا. هو ده اليوزر انبوت اللي هو المستخدم كاتبه. هوريه لك دلوقتي لما ندخل جوه على ان تاني. وكاتب له في الاخر ايه تذكير اخير: يجب الا يتجاوز حجم النتائج عن 950 حرف. يجب ان يكون الناتج ملف واحد جيسون. طيب ايه جيسون ده هفهمك حالا برضو. طيب تعالى كده نرجع لينت ان، ولو بصيت هنا ده اللي انا كاتبه له. اول حاجه بس تعالى نمسح دي كده، تمام، وهجيب له هو اليوزر انبوت من هنا. شايف اليوزر انبوت ده اللي انا كتبته في الاونس فورم سبمشن، اروح دايس عليه دوسه طويله وجايبه له هنا، هتلاقيه بقى اخضر، هتلاقيه اتحول الناحيه التانيه على طول للقيمه بتاعته. طيب هو هنا مكتوب جيسون يوزر انبوت، شايف هنا مكتوب ايه؟ قرد كبير ماسك موزه الاول. طب ليه بقى ده معناه؟ ده معناه ايه؟ ده اللي خلاني اعملها اكسبريشن. انا لو كنت عاملها هنا، ارجع كده معايا، انا لو كنت عاملها هنا فيكسد مش اكسبريشن ما كانش هينفع. فيكسد دي بتخلي اللي انا كاتبه هنا ده ثابت على طول. طيب هل لما المستخدم كل مره يكتب حاجه جديده في الفورم اللي بتتبعت له، هل هي على طول ثابته؟ يعني على طول هيقول انا عايز قرد ماسك موزه، ولا ممكن يقول انا عايز قرد ماسك موزه، انا عايز واحد قاعد على الفضاء، انا عايز عربيات بتطير، هيكتب حاجات مختلفه. فانا خلاص اي حاجه هتيجي هنا في اليوزر انبوت هتتحول للناحيه الثانيه على طول للقيمه بتاعتها. ايه اللي اتكتب هيتحول. طيب حلو قوي. انا هنا هفعل حاجه اسمها output content as JSON. تمام، انا عايز اللي يخرج لي هنا يكون جيسون، وهتفهم في النود اللي بعدها ليه، واحنا بنعمل النود اللي بعدها ليه احنا خليناها كده. وهدوس execute step، هتلاقي دلوقتي هو كتب لي البرومبت. انا كتبت برومبت، انا كتبت اهو، شايف هو ده البرومبت اللي هو كاتبه لي. انا كتبت حاجه؟ انا ما كتبتش حاجه، انا كتبت قرد كبير ماسك موزه. هتلاقي بقى هو كاتب لي البرومبت بشكل احترافي، على ان انا دلوقتي عرفته ان هو بيكتب برومبت لان هو موجه لحاجه تانية بتاخد البرومبت ده وتحوله ايه لصوره. فهو دلوقتي كاتب لي حاجه مفصله 100%. تعالى كده ارجع. اول حاجه بس انا عايز اثبت اون فورم سبمشن دي. طيب انا دلوقتي هدخل عليها، اول ما ادخل عليها هلاقي فوق علامه شبه الدبوس كده اسمها بين داتا، اروح دايس تثبيت. ليه انا بثبتها؟ لان انا لو انا مثلا عايز احدد حاجه او انا بجرب كل شويه محتاج اجرب. طيب انا كل ما اجرب هروح دايس اكسكيوت ستيب وبعت الفورم من الاول واملى البيانات من الاول واستنى واعمل سبميت والبيانات تتبعت. انا مش عايز اعمل كده كل شويه، انا عايز اول على طول ما اجي اجرب على طول والبيانات متثبته. تمام، بس مش على طول اثبتها، هفهمك امتى هنشيلها. خليك كده معايا، هروح جاي هنا على علامه الزائد دي وبحث عن ايه. طب انا دلوقتي معايا البرومبت، تمام، انا بقى عايز الاداه اللي هتعمل لي البرومبت ده. يعني انا البرومبت جالي، عايز احول البرومبت او الوصف اللي جالي ده لصوره. طب انا هعمل كده ازاي؟ هدوس على علامه الزائد دي وابحث عن حاجه اسمها HTTP request. HTTP request HTTP request، ماشي. فهيجي لي هنا شويه اعدادات، انا هبص عليها كده هحس ان انا مش عارف اعمل اي حاجه. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا شايف اعدادات كتير ومش عارف اعمل اي حاجه ولا اي حاجه. انا هروح انا وانت دلوقتي نروح نبحث عن حاجه اسمها اوبن راوتر. فانا هروح ابحث في السيرش كده في جوجل على حاجه اسمها اوبن راوتر. ادي اوبن راوتر بكل بساطه. ولما فتحت اوبن راوتر ظهر لي كده ايه شاشه، انا مش عارف دلوقتي اعمل ايه. فانا دلوقتي عايز حاجه اسمها CURL. فين الCURL ده؟ بص كده، شايف هنا انت ان بيقول لي امبورت CURL. هفهمك CURL حالا ده هيتعمل بيه ايه. انا هروح كده هنا لاوبن راوتر وانا عايز اجيب CURL ده. طيب لو جيت في اوبن راوتر فوق هتلاقي حاجه هنا اسمها دوكس. انا هدوس على الدوكس دي وهاجي هنا تحت على الشمال، هنزل كده، ماشي، انزل كده لحد ما ادور، هلاقيني في الاي بي اي ريفرنس، ماشي. هنزل كده برضو لحد ما الاقي حاجه اسمها هنا شات كومبليشن. طيب انا هدوس عليها وهاجي هنا على الشمال هلاقي السي يو ار ال اللي هو عايزه هناك، شايف اهو سي يو ار ال. اروح واخد كوبي واروح راجع لانت ان، تمام، واروح اللي خدت كوبي من هناك دايس هنا امبورت سي ار ال واروح عامل له هنا بيست واروح دايس هنا امبورت. هتلاقي الاعدادات كلها اتظبطت، كل الاعدادات اتظبطت. هل انا كتبت اعدادات بايدي؟ انا ما كتبتش اي حاجه، انا خدت من هناك كوبي حطيته هنا بيست، الاعدادات كلها اتظبطت. حلو، جميل، تمام. بس في حاجه عايزين نعدلها انا وانت. شايف هنا الاوثنتيكيشن دي، انا بدل ما اخليها نون انا هخليها تاني واحده دي.
تمام، اللي هي preferred credential type. طيب وتاني حاجه هنا الكريدنشال تايب اللي هو نوع الكريدنشال او نوع الحاجه اللي متوصله معاها. انا هنا رحت جبتها منين؟ من اوبن راوتر. فانا هنا نفس الكلام هبحث عن اوبن راوتر. بص كده انزل معايا لحد ما الاقي اوبن راوتر. فانا اول ما الاقي اوبن راوتر تحت بص هعمل ايه؟ راح جايب اوبن راوتر. فين اوبن راوتر؟ اهو. وهيطلب مني هنا حاجه تانية اسمها كريدنشال. طيب انا اول ما اجيبها هنا هدوس كريت نيو كريدنشال. فانا دلوقتي برضه طالب مني الاي بي اي اللي انا وصفته لك من شويه فهمته لك. تمام. انا اجيب الاي بي اي ده منين؟ اروح دايس على اوبن دوكس. انا لو مش عارف اجيب اي حاجه منين بدخل على الاوبن دوكس دي. الاوبن دوكس بتفهمني كل حاجه. وانزل كده تحت هيقول لي برضه اعمل اكونت على اوبن اي اي. طب انا كده كده عامل اكونت. انت هتعمل ايه؟ هتدوس على كريت دي هيدخلك على الصفحه بتاعت اوبن اي اي. هتعمل الاكونت بتاعك توصله بالايميل وكل حاجه تبقى تمام. تاني حاجه بيقول لي اوبن يور اي بي اي كيز بيج. طيب انا ادخل عليها والاقي هنا بيقول لي كريت اي بي اي. هروح دايس هنا كريت اي بي اي واسميه مثلا انت ان وادوس هنا كريت ويظهر لي الاي بي اي بتاعي. بس ثواني، انا الاي بي اي ده مش عايزك تديه لاي حد، ما تعرفوش لاي حد، تفضل محتفظ بيه وما تبعتوش لاي حد خالص. اعتبره اكنه باسورد معاك. انا كده كده الاي بي اي ده والاي بي اي اللي فات اللي جبته من اوبن اي اي همسحهم قبل ما انزل الفيديو. تعالى كده ارجع لانت ان ورا واروح جايب الاي بي اي بتاعي هنا واعمل له بيست واروح دايس سيف. هيقول لي كريدنشال سكسسفولي كرييتد. حلو قوي. هخرج منه كده اسيب كل حاجه زي ما هي. هتلاقي هنا حاجه هنا عندي تحت اسمها authorization. طيب ولو نزلت على الفاليو هتلاقي parallel token. طيب انا هعمل ايه؟ انا همسح التوكن دي. تمام. مسحتها واروح عامل للاي بي اي اللي انا لسه جايبه وحاطه فوق اللي انا لسه حاطه هنا في الحته دي كده بتاعت اوبن راوتر اللي انا رحت عملت له كوبي دلوقتي اللي قلت لك ده اعتبره كباسورد. واروح جايبه هنا عامل له بيست. كده صح؟ لا مش صح. ليه مش صح؟ لو رجعت هنا شايف بارل اللي هي اخر واحده اخر حاجه في بارل اللي هو حرف الار والاي بي اي بتاعي يعني لازقين في بعض. ما ينفعش. لازم يكون ما بين بارل والاي بي اي بتاعي فاصله كده او مسافه. فانا لازم اسيب ما بين بارل والاي بي اي فاصله او مسافه ما بين بعضهم. طيب انا عملت كده كل حاجه تمام وكل حاجه مظبوطه. انزل كده تحت اهو الجيسون. مش انا من شويه قلت لك انا عايز المخرج بتاعي يبقى جيسون؟ طيب انا هنا اللي خرج لي من ورا البرومبت اللي خرج لي من ورا لما انا فعلت. تعالى كده ارجع معاك. انا هنا فعلته ايه؟ خليته هنا ايه؟ output content at JSON. طيب ليه؟ عشان انا هستخدمه دلوقتي في حاجه. انا هدخل هنا على الجيسون بتاعي وانزل كده تحت. تمام. وخليها برضو اكسبريشن. طبعا انت فاهم ليه اكسبريشن، هتفهم برضو دلوقتي تاني. هفهمك تاني ليه اكسبريشن لو نسيت. ولو دخلت هلاقي هنا الموديل. طيب ايه الموديل ده؟ هل الموديل ده اللي انا عايزه؟ ده اللي هيحول التكست لصورة؟ لا. انا همسحه كده واروح رايح لاوبن راوتر تاني. واول ما ادخل على اوبن راوتر هروح راجع بقى. انا عايز صفحه اوبن راوتر الاساسيه مش صفحه الدوكس. انا لو في صفحه الدوكس هنا مش ده مش صح. انا عايز صفحه اوبن راوتر الرئيسيه. طيب فين صفحه اوبن راوتر؟ انا هرجع كده عند المودلز. هجيب المودلز من اوبن راوتر وهاجي هنا عند الشمال بيقول لي انبوت اوتبوت. طيب انا عايز ايه اللي يخرج؟ انا عايز صوره هي اللي تخرج. انا عايز صوره هي اللي تتولد هي اللي تبقى اوتبوت. طيب انا هلاقي هنا ايمج هنا وايمج تحت. طيب تاني انا عايز ايه اللي يخرج؟ صوره. طب انا هدخل صوره؟ لا انا هخرج صوره. فيبقى الاوتبوت بتاعي ايمج. اول ما ادخل على الاوتبوت بتاعي ايمج هلاقي هنا ده اللي هيخرج لي. ده الموديل اللي هيخرج لي الاوتبوت ايمج. راح واخده كوبي من هنا راجع لانت ان جاي هنا ما بين العلامتين دول وراح حاطط الموديل بتاعي. كده انا ظبطت الموديل. كل حاجه هنا تمام. اسيبها زي ما هي. هلاقي هنا الكونتنت. تمام. طيب هنا بيقول لي الكونتنت كاتب لي ايه؟ بيقول لي ايه معنى الحياه. طيب انا مش ده اللي انا عايزه. مش ده اللي انا عايزه. انا مش عايز ده. انا الكونتنت كل مره او المحتوى كل مره هيجي لي واحد؟ لا طبعا. مش كل مره هيجي لي حاجه واحده. كل مره زي ما قلت لك من شويه هيتكتب حاجه مختلفه زي مثلا ايه قرد مثلا ماسك موزه ناس في الفضاء الكلام ده. فانا هاخد البرومت اللي شات جي بي تي كتبه لي ورا هدوس عليه كده دوسه مطوله واروح جايبه حاطه هنا في الحته دي وهتلاقيه اتحول الناحيه التانيه على طول.
ده اللي خلاني اعمله اكسبريشن مش فيكسد. لو كنت عامله فيكسد كان هيفضل ثابت، لكن انا عايزه اكسبريشن لان انا الحاجات اللي هوصفها مختلفه. جميل قوي جميل قوي. كده كل حاجه تمام. اعمل اكسكيوت ستيب. هتلاقي هنا لما اعمل اكسكيوت ستيب عمل لي يو ار ال، بس اليو ار ال ده هيظهر معايا فيه مشكله دلوقتي، وهوريك حالا هنحل المشكله دي ازاي. لان انا تعالى بص اهو كده خرج لي اهو، جاب لي اليو ار ال اهو اللي انا كنت بقول لك عليه. بعد ما جاب لي اليو ار ال ده انا هخرج منه كده. جميل قوي. واروح دايس على علامه الزائد دي او تاب اللي في الكيبورد. هتلاقي في الكيبورد علامه اسمها تاب على ايدك الشمال فوق، فوق على ايدك الشمال. لا تدوس على علامه الزائد لا تدوس على تاب، انا هدوس على علامه الزائد وهبحث عن نود اسمها edit field. طيب فين edit field دي؟ اهي. اهي هتلاقي edit field sets. اول ما ادخل عليها هلاقي هنا جاي لي المخرج اللي خرج لي من الناحيه الثانيه من النود بتاعت ال HTTP request. ماشي. بص كده هنا، بص كده وركز معايا، مكتوب data image ping base 64. طيب انا عايز البيس 64 ده، وهفهمك في النود اللي بعدها على طول انا ليه عايز ده بالذات. طيب انا عايز هنا البيس 64، اعمل ايه؟ طب ليه انا عايز البيس 64؟ هتفهم حالا حالا ليه انا عايز البيس 64. انا البيس 64 ده، ولا اقول لك خليك معايا نطلع بس البيس 64 الاول. انا اطلع البيس 64 ده منين؟ ازاي؟ يعني انا هنا عندي الداتا وعندي البيس 64 حاجتين، انا عايز اطلع البيس 64 بس. اعمل كده ازاي؟ طيب تعالى بس كده نسمي جنبها هنا الاول. هو انا قعدت هكتب النيم، انا عايز اطلع ايه؟ انا لسه قايل لك دلوقتي انا عايز البيز 64. طيب اعمل كده ازاي لما بيكتبش؟ انا عايز ايه؟ انا عايز البيز 64. طيب انا اعمل كده ازاي؟ انا هنا عندي يو ار ال. تمام. انا هاخد اليو ار ال ده هنا. تمام. بص ما اهو، هاخده كده هنا. تمام. طلع لي كود، طلع لي كود. انا الكود ده اهو. طيب انا اعمل ايه عشان الكود ده اطلع منه البيس 64؟ تعالى انا وانت كده نروح ندردش مع شات جي بي تي، يمكن مثلا يعرف يساعدنا. اول حاجه بس اجيب هنا ده كده، اخده كوبي واروح ادردش مع شات جي بي تي. ادي شات جي بي تي. تمام. هكتب له الكلام ده واقول له ايه؟ مثلا على سبيل المثال ممكن اقول له ايه؟ هقول له انا بقول له اديني كود init in expression. تمام. افصل البيز 64 من اليو ار ال. يعني انا دلوقتي عايز كود يطلع لي البيز 64. هفهمك حالا ايه البيز 64 دي من اليو ار ال. طيب تعالى ابعتها له كده واشوف هو هيكتب لي ايه. لما اشوف كده اللي هيكتبه لي هل هينفع استخدمه ولا لا. طيب هو كتب لي كود هنا حلو قوي، وكتب لي كمان الشرح، بيقول لي ده بيقسم اليو ار ال جزئين والكلام ده. انا مش عايز شرح ولا عايز حاجه، انا عايز الكود بس. واخده هنا كوبي واروح جاي هنا عامل لي ده بيست. طيب اهو طلع لي البيس 64. طيب الكود ده انا اتاكد منين ان هو البيس 64؟ ما انا هجرب حالا. انا بس اعمل له الاول اكسكيوت ستيب. ممكن يكون كاتب عمل لي كود يطلع لي حاجه تانية غير البيس 64. ممكن اي حاجه. طيب انا اعرف منين؟ حالا دلوقتي انا انت هتجرب معايا. تمام. هو بيعمل اكسكيوت ستيب وهو طلع لي النود بتاعي. الايديت فيلد دي عشان انا ما شرحتها لكش، الايديت فيلد دي انا حاجه جايه لي من ورا وعايز استخرج منها حاجه، هي ليها استخدامات كتير جدا بس حالا انا دلوقتي بستخدمها ليه واحنا كده كده هنشرحها قدام. انا حاجه جايه لي من النود اللي قبلها وانا عايز استخرج منها حاجه معينه. تمام. بكتب هنا راس الحقل اللي هيخرج لي هنا. بص الراس هنا الحقل اسمه ايه؟ بيس 64. فانا كاتب هنا الاسم بتاعه بيس 64 وبختار هنا الكود اللي هكتبه. يعني انا مش انا اللي كتبت حاجه، انا رحت لشات جي بي تي زي ما وريتك وقلت له هو اللي كتب كل حاجه. فخرج لي هنا البيس 64. بس انا اتاكد منين ان ده البيس 64 الصح؟ تعالى انا هخرج واجي هنا عند علامه الزائد او علامه وادوس على الكيبورد تاب اللي هتلاقيها على الشمال فوق، وابحث عن حاجه اسمها ايه؟ convert. بص يكتب عربي. انا هبحث عن حاجه اسمها ايه؟ convert. اهي convert to file. طيب انا هدوس على convert to file دي. انا دلوقتي البيس 64 اللي انا خرجته اللي انا مش متاكد هو صح ولا غلط، عايز احوله من بيس 64 من الشكل بتاع البيس 64 ده لصوره. لصوره. طيب الصوره دي يعني ايه؟ فايل. طب لو بصيت هنا كده
هتلاقي كده اخر حاجه تحت، بس انت ممكن ما تكونش شايفها عشان صورتي. هتلاقي حاجه هنا اسمها تحت move base 64 string to file. انا هدوس عليها اخر حاجه تحت، ماشي اهي move base 64 string to file، هي دي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هجيب هنا ده، هدوس عليه كده دوسه طويله واروح جايبه هنا حاطه هنا. تمام، لازم يكون الاسم ده زي الحاجه اللي خارجه لي من النود اللي قبلها، واللي تحت دي هسيبها هي داتا، لان كلمه داتا دي هي اللي هتخرج لي الناحيه التانيه على الشمال مع النتيجه مع الفايل لو انا صح. طيب تعالى كده ادوس اكسكيوت ستيب، وبعد ما ادوس اكسكيوت ستيب اشوف ايه اللي هيظهر. لو خرج لي فايل دلوقتي ومكتوب فيه الصوره اللي انا كنت واصفها في الاول قرد كبير وماسك موزه، انا ما كنتش كاتب وصف كبير، انا كنت كاتب نص سطر. هو اللي كتب لي البرومبت، وهو اللي راح جاب لي الموديل اللي هستخدمه، وهو اللي عمل كل حاجه. ماشي، ادي هو خرج لي فايل مكتوب عليه داتا زي ما قلت لك اللي هو الاسم ده، والمفروض يبقى قرد كبير ماسك موزه. هدوس فيو واهو ادي القرد ماسك الموزه، والجوده جامده جدا. معرفش انت هتبقى واخد بالك من الجوده ولا لا، بس هي الجوده قويه جدا. حلو، هو ده بكل بساطه، بكل بساطه سهل جدا بسيط جدا بجد. لو ما طبقتش معايا اللي انا طبقته ده، عيد من الاول وطبق. ومبروك عليك يا صديقي، الورك فلو هسيبه لك مجاني ليك 100%. لو عايز الورك فلو ده اكتب لي وهسيبه لك مجاني ليك في 100%. بس كده يا صديقي، زي ما شفت بنفسك انت قدرت تبني ماكينة صور تولد لك اي صورة بشكل اوتوماتيك. ده مجرد مثال بسيط، لكن الامكانيات اكبر من كده بكتير. فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان توصل لك كل الشروحات الجاية. واكتب لي في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن ايه، تصميم لوجوهات او صامنيلز مثلا.